السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفيديو النهاردة هنخلص آخر جزء في شابتر 3، ويبقى كده خلصنا 25% من الكتاب، بما إن الكتاب 12 شابتر. ودي حاجة إيه يعني نستحق عليها الاحتفال، خصوصا إن القناة شكلها ابتدت تضرب. كلام جميل جدا. النهاردة هناخد إيه؟ النهاردة هناخد الاناليتيكال داتابيزز، الكونسبت بتاعها. طب بأمارة إيه؟ سؤال جميل جدا. بأمارة إن إحنا في طول الفيديوهين اللي فاتوا احنا كنا بنتكلم mainly على transactional databases. transactional databases being day to day databases اللي الديفلوبر normally بيتعامل معاها. تمام. واتكلمنا في الفيديوهات اللي فات على different indexing paradigms و structures في سياق ان الداتا اللي موجودة هتبقى محتاجة تجت يا اما accessed through reading requests او يا اما manipulated through writing requests. وده كان هو ده mainly السكوب بتاع الترانزاكشنال داتابيزز. تمام. النهارده بقى هناخد الاناليتيكال داتابيزز. الاناليتيكال داتابيز being برضه داتابيزز بس optimized لريد ريكويستس mainly. الاسامبشن behind the scene بيقول لك ان في الاناليتيكال داتابيزز وانت بتحاول تعمل اناليسز انت مش محتاج تكتب، انت محتاج بس ايه؟ تميك سنس بالداتا. تمام. ده الموتيفيشن بتاع الفيديو. خلينا بقى ايه نخش كده ونقرا اول قطعه. بيقول لك in the early days of business data processing a write to the database typically corresponded to a commercial transaction taking place, making a sale, placing an order with a supplier, paying an employee's salary. commercial transaction معاملات تجاريه، ودي اللي اتكلمنا فيها الفيديو اللي فات. As databases expanded into areas that didn't involve money changing hands, the term transaction nevertheless stuck, referring to a group of reads and writes that form a logical unit. عامة ايه اللي ما شافش الفيديوهات اللي فاتت في الشابتر ده محتاج يشوفها، علشان يعني الشابتر ده ايه طبعا ماشي سيكوينشال، فلو شفت كل فيديو على حدة كده في الشابتر ده هتلاقي ايه في حاجات واقعة. المهم فهو هنا بيعرف يعني ايه ترانزاكشن، سواء في عالم البنوك وده احنا كلنا عارفينه، او سواء في عالم بقى ايه الداتابيز. وهو هنا قال حاجة يعني بصراحة ما كنتش عارفها. قال لك ان الترانزاكشن ما هو الا عملية يا اما بتقرا يا اما بتكتب، وملهاش علاقة a transaction needed necessarily have acid properties. acid اللي هي atomicity consistency isolation and durability. كلمة أو ترم يعني ما يعني مشهور أو معروف جدا في عالم السوفت وير. بيقول لك هو الترانزاكشن هنا بيعرفها تاني إن هي فقط يعني بتعمل low latency reads and writes. تمام. وبيقول لك بقى الاسيد نفسها احنا هنتكلم فيها ان شاء الله باذن الله لما نوصل للشابتر 7، وكمان هنتكلم فيها اكتر في شابتر 10 لما نوصل للباتش بروسيسنج. كلام جميل جدا، مش محتاجين نشغل نفسنا بيها دلوقتي. بيقول لك بقى الحته دي بيشرح فيها ايه فكره الترانزاكشنال بروسيسنج، ودي اللي احنا قلناها. وبيقول لك بيشرح هنا برضو حته الاناليتيكال بروسيسنج، اللي هو ان انت بتبقى عندك داتا محتاج بس ايه تجيب مثلا الافريج بتاع كولوم معين. يعني مثلا ايه في الشهر اللي فات عملت انت معاملات تجاريه وجبت منها فلوس، فعايز تشوف انت مثلا في الويك اند اون افريج كده كنت بتجيب كام، فهتروح رايح لكل ويك اند في اخر مثلا شهر شهرين ثلاثه، وتروح جايب ايه المكاسب اللي انت جبتها وتقسمها على عدد الايام، ويطلع لك كده اون افريج في الويك اند كل يوم مثلا في الويك اند ايه بتكسب كام. فاهم؟ وممكن تغير اليوز كيس بتاعتك على حسب السؤال اللي انت بتعرضه. ده فكرة داتا اناليتكس. انت عندك داتا بتعمل عليها اناليسز وبتطلع من خلالها اجابات لاسئلة تعرف تطبقها في البيزنس تاني. في كلمة معروفة جدا في يعني ايه في عالم السوفت وير او يعني في عالم التكنولوجي بشكل عام، هي بيزنس يوز كيس. بيزنس يوز كيس ملخصها دي معناها حاجة هتجيب لي البيزنس فلوس، ايا كانت الحاجة دي ايه.
بس هي حاجة هتجيب لي البيزنس فلوس. علشان انت تطلع بيزنس يوز كيس محترمة، على سبيل المثال اوبر، شركة اوبر، اليوز كيس، المين يوز كيس بتاعتها ايه؟ ان هي تخلي الناس العادية سواقين. طب هم علشان يطلعوا باليوز كيس العملاقة دي، اللي هي سهلة في اصلها بس عملاقة في تطبيقها، كان لازم يعملوا ايه؟ كان لازم يعملوا داتا اناليسز، يشوفوا مدى ثقة الناس في الغرباء، فاهم؟ فمن خلال داتا معينة عرفوا يطلعوا بإجابات من خلالها خدوا قرارات حققت لهم ايه؟ منافع في البيزنس. تمام، دي فكرة البيزنس اناليتكس. وعشانها طور نوع جديد من الداتابيزز اسمه اناليتيكال داتابيزز، عكس الترانزاكشنال داتابيزز اللي احنا عارفينها زي سيكوال، ماي سيكوال، بوست جريس سيرفر والكلام ده كله. طلع نوع معين اوبتمايزد للكيسز اللي انت عايز تعمل فيها اناليسيس. وعلى فكرة الاي اي اللي هو طاغي السوق جدا الفترة دي، اللي هو مبني على فكرة اللي هي large language models، ما هو إلا برضو إيه؟ يعني الجوريزم اتمرن على داتا، والداتا دي موجودة فين؟ في داتا ستور optimized for analytical purposes. يعني اللي احنا النوعية اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة من الداتابيزز هي نفس النوعية اللي الاي اي بيتمرن من خلالها. تمام، حلو جدا. هنا بيديك أسئلة، يعني نوعية الأسئلة اللي البيزنس بيسألها عشان من خلالها عايز ياخد قرارات. بيقول لك what was the total revenue of each of our stores in January، في شهر يناير احنا كسبنا كام؟ how many more bananas than usual did we sell during our latest promotion. وده طبعا ايه الحس الدعابي الغربي، يقول لك احنا بعنا كام موزة والله في الدعاية اللي فاتت، فاهم؟ اشمعنى موز؟ يعني فاهم، اصل احنا ايه، اولاد رجب. تمام. فبيقول لك ان الاسئلة دي هي في معظم الأحيان بتتكتب من البيزنس اناليستس، راجل بيبقى شغال في ديبارتمنت، في معظم الأحيان يعني بيبقى اسمه بي اي ديبارتمنت، بيزنس انتليجنس ديبارتمنت. بص الاسم تحس فاهم، بس هو في الأصل خالص بيقعد قدام كمبيوتر ويقعد يكتب كويريز، فاهم؟ والله واحنا الشهر اللي فات ما فاهم بعنا كام موزة، فاهم؟ آه، فهو علشان يعمل كده لازم الداتابيز تكون مهيئة ان هي تديله النتيجة بتاعت السؤال بتاعه ده بسرعة. طب واحد يقول لي طب يعني ثانية واحدة، طب ما انا ممكن اعمل كده بسيكوال عادي. يعني انا ممكن اروح على اي داتابيز اللي هي موجودة في موجودة في السوفت وير عادي واسأل نفس السؤال. اه طبعا ينفع تعمل كده، بس هل الديفلوبرز هيسمحوا لك؟ يعني ايه اديهم فوق دماغهم انا المدير؟ ماشي يعني، ما انت ممكن تعمل كده عادي جدا، بس الديفلوبرز نفسهم هيتضايقوا جدا. ليه؟ علشان انت هتمثل عبء على السيستم، انت هتقلل البرفورمانس. ليه هقلل البرفورمانس؟ ما انت باسئلتك الرخمه دي اللي هتسالها كل يوم هتعمل بلوك للداتا. في ريكويستس هتبقى جايه، يعني السؤال بتاع حضرتك بيحصل له بروسيسنج، فالريكوست دي هتفضل مستنيه في طابور، فده هيقلل الريسبونس تايم، فاليوزر هيستنى اكتر، فهيحصل مشاكل، واحنا كديفلوبرز هنشيلها. ومش هنشيلها لوحدنا، احنا هنقول إيه انت كمان. فالمدير يقول لك لا بقول لك ايه، انا الداتابيس بتاعتكم دي انا ماليش دعوه بيها، انا عايز داتابيس بقى ايه لوحدي كده مالهاش علاقه بالبيزنس، اشتغل عليها. فالناس بقى قررت في المجال، طب طالما العمليه كده والراجل المدير ده هيبقى عايز يشتغل على حاجاته، طب ما نعمل له حاجته، يعني نعمل بقى حاجه مهيئه لايه، للاسئله بتاعته دي اللي مالهاش علاقه ايه باللي بيحصل يعني في اللي هو ريكوست ريسبونس سوفت وير سيستم يعني. كلام جميل جدا. قال لك خلاص اول حاجه خلينا نعمل الداتابيز العظيمه دي ريد اونلي. يعني ايه ريد اونلي؟ يعني ما ينفعش تغير في الداتا. طب انا الداتا دي هجيبها منين؟ الداتا دي انت هتجيبها من الداتابيزز الاساسيه اللي في السوفت وير، كوبي بيست. ماشي. ايه تاني؟ قال لك التاني في الجدول. تمام. قال لك في الترانزاكشنال بروسيسنج سيستمز اللي هي بقى اختصارها او ال تي بي، قال لك في الريد باترن بيبقى سمول نمبر اوف ريكوردز بير كويري، كل ريكوست بيبقى مهتم ايه بحاجته. لكن في الاناليتيكال لا يا باشا، اجريجات اوفر لارج نمبر اوف ريكوردز، انت عايز تعرف فاهم الليل واخره.
ف... فالريد بيبقى عالي. طب الرايت راندوم اكسس، ما يعني مره عايز تغير في الرو اللي هو 2، مره في الرو 14 على حسب اليوزر. هنا لا، بالك امبورت، اي تي ال، ودي هنتكلم عليها، او ايفنت ستريم. لا انت يعني فاهم. في الاناليتيكال سيستمز احنا قلنا هي ريد اونلي، بس قبل ما تبقى ريد اونلي انت محتاج الاول تعمل ايه؟ كوبي بيست للداتا. فانت لما بتعمل كوبي بيست للداتا بتملى الداتابيز اول مره، ده بالك امبورت، تعمل انيشال امبورت. primarily used by in the customer. هنا الانترنال اناليست مديرك. what the data represents latest state of data, history of events، التاريخ بقى. جيجا بايتس اور تيرا بايتس حجم الداتا. هنا بقى تيرا بايتس تو بيتا بايتس، حجم عملاق علشان دي فيها تاريخ السيستم منذ بداية الخليقة. تمام، احنا كده خدنا فكرة ايه، مش وحشة خالص على عالم اللي هو ايه ال OLEP. At first the same databases were used for both transaction processing and analytical queries. هنا بقى بيقول لك اللي احنا قلناه، بس ايه جم في الاخر بقى في اخر الثمانينات قال لك لا، بقول لك ايه، احنا عايزين نعمل systems جديدة for analytical purposes and run the analytics on separate database instead. This separate database was called a data warehouse. علشان الكلام ده الواحد بيسمعه منذ فترات بس ما عندوش المعرفة الأكيدة. فداتا وير هاوس اتضح ان هو ما هو الا كلمة وير هاوس، يعني مخزن الداتا. فطبيعي جدا مخزن الداتا هيبقى فيه ايه؟ الداتا الاناليست بقى عايز يشتغل عليها، هيخش بقى بالليل المخزن بقى، فاهم، سلام عليكم احنا عندنا ايه البضاعه كام النهارده؟ والله فاهم 3 صناديق كوكاكولا على 3 صناديق هوهوز. خلاص يبقى ايه، احنا بكره هنشتغل من الساعه 10 للساعه 2 عشان البضاعه دي هتخلص فقط في الوقت ده، ولو اشتغلنا اكتر من كده الزبون هيجي مش هيلاقي بضاعه، مش هيجي تاني. فاهم؟ يخش المخزن ايه، يعرف يعمل قرارات مستقبليه. داتا وير هاوسنج، هنا بقى ايه بيخش اكتر في كونسبت الداتا وير هاوس. يعني كلام ايه مش عادي قلناه في هايلي افيلابل. بالظبط، ودي قلناها برضو ان الديفلوبرز ايه يقول لك لا ما تشتغلش على السيستم بتاعك، اشتغل ايه على الوير هاوس بتاعك. وهنا بيبتدي ايه يقول لك بقى داتا وير هاوس، بيشرح بقى الديفينيشن. بيقول لك يا باشا هي read only copy of the data in all various OLTP systems in the company. كوبي بيست لكل الداتا يا باشا في الايه، في الداتابيزز اللي الديفلوبرز شقيانين يعملوا لها مينتننس. آه والله العظيم شغلانه الديفلوبر دي يعني شغلانه اقسم بالله العظيم ما سهله خالص، مش سهله خالص يا جدعان. يعني ما لا لا لا، يعني فاهم حرفيا كمبيوتر ساينتست، يعني عالم كمبيوتر. مش يقول لك data is extracted from OLTP databases transformed into an analysis friendly schema cleaned up and then loaded into the data warehouse. فبيقول لك طب هي الداتا دي يعني بيحصل لها كوبي بيست كده يعني بس؟ طب مش احنا يعني في حاجه بتحصل، بيحصل في حاجه بتحصل في النص. بيقول لك الاي تي ال هو اللي بيحصل في النص، اللي هو اختصاره extract transform load. تمام. اللي هي بتتلخص في الصوره الجميله دي. وطبعا زي ما احنا عارفين الصوره بتتكلم بألف كلمه. فالعمليه بتبقى ايه في النمليه. فانت عندك النورمال سوفت وير سيستمز، هنا الاو ال تي بي سيستمز النورمال عندك، فاهم ادي ايه اكن مثلا 3 باك اند، فاهم، اي كوميرس سايت وستوك كيبنج اب وفيكل راوت بلانر، فاهم، على اساس ايه يعني ان الابلكيشن دي فاهم تحسها ايه بيس اوف كيك. يعني كل واحد فيهم فاهم يعني ممكن يقعد سنين اساسا ايه فاهم الديفلوبر يعني يفضل يخش على كورسيرا يتعلم حاجات. فانت فيهم بقى كل واحد ليه الداتابيس بتاعته. تمام. بعديها انت عايز تحطهم في داتا وير هاوس، عايز بقى تحطهم في المخزن. يقول لك قبل ما تحطهم في المخزن انت محتاج ايه، تأيفهم وتظبطهم وتخليهم مستعدين للمرحلة اللي جاية من الحياة، اللي هي اللونج تيرم ستورج. فعلى قبل ما تعمل كده انت محتاج ايه، اول حاجة تكستراكت اللي هو فاهم تجيبها تحطها ايه في مكان temporary مؤقت، تعملها ترانسفورميشن. والله مثلا ايه يعني هخلي مثلا كل الارقام مثلا ايه دبل، فاهم، بدل ما هي انتجر هخلي كل الارقام دبل مثلا من ضمن الترانسفورميشن. فاهم. لو في والله كولوم نل فهيبقى في كونفنشن اتفاق
هنبقى طبعا يعني اتفقنا عليه مع زمايلي الجامدين جدا. هنعمل ايه في النل؟ خلاص عرفنا هنعمل ايه. هندخلها في ترانسفورم، وبعدين هنقعد نعمل ترانسفورم ونخلص الترانسفورم نروح عاملين لها لود بقى. اللود دي اللي هي بقى بيست بقى ايه في المخزن. فاكستراكت ترانسفورم لود حاجه بديهيه يعني طبيعي، فاهم؟ يعني حاجات كلها لما ايه لما نقراها كده يعني فاهم بالانجليزي وحد يقولها لنا بالطريقه وبتاع تحس فاهم موت موت. لكن لما تحسها حاجه بديهيه اي حد هيعملها لوحده، فاهم؟ وعامة الحتة دي يعني موجودة بشكل كبير جدا والله، في يعني مش فقط في السوفت وير، في كل حاجة في الحياة، فاهم اللي هو ايه. انا يعني من عشاق تبسيط المعلومة يعني فاهم. افضل بسطها كده لغاية ما ايه خلاص انت وصلت على الارض، وبعد ما توصل على الارض ابني بقى، ابني عليها، ابني التعقيدات بعدين خالص. في الاول كده كلمني زي ما بكلمك يعني فاهم. طيب ده كلام حلو جدا. فانت دلوقتي عندك الداتا، المخزن بتاعك فيه كل حاجة. يجي بقى الراجل ايه العجيب ده يعمل الكويريز بتاعته في المخزن ويجاوب على ايه كل يعني اسئله بقى الايه الفاكهه اللي هو عايز يسالها. فبيقول لك data warehouses now exist in almost all large enterprises. جوجل وفيسبوك والشباب ده كل ده عنده طبعا ايه الوير هاوس بتاعه. بس بيقول لك بقى في الشركات الصغيره مش هيبقى عندها البريفيليج، فاهم الايه الكلاس يعني فاهم الفرصه ان هو يبقى عنده داتا وير هاوس، علشان طبعا دي حاجه محتاجه مينتنس ومحتاجه فلوس. تمام. حلو جدا. آم، بس هنا بقى بيقول لك ميزه بقى الداتا وير هاوس ان انت بقى ممكن تعمل للداتابيز نفسها اوبتمايزيشن، يعني تصممها بقى بشكل معين. احنا كل ده احنا اتكلمنا على الداتابيز ان هي ايه ريليشنال نون ريليشنال جراف، واندر ذا هود الانجن بقى اللي شغال مينلي بيبقى شغال من وجهة نظر الاندكسنج ميكانيزم. هل هو ال اس ام، هل هو هاش اندكس، هل هو بي تري. كل ده احنا اتكلمنا على الجزء ده من العالم. في بقى جزء تاني هتعمل اوبتمايزيشن، سيبك بقى ايه انسى بقى كلمة ريليشنال والكلام ده. هتعمل اوبتمايزيشن موديل ب انجن اوبتمايزيشن معين بحيث ان هو يخدم ايه ملك الزمان. تمام. فبيقول لك it turns out that the indexing algorithms discussed in the first half of this chapter الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه work well for OLTP transaction but are not very good at answering analytical queries. تمام. بيقول لك in the rest of this chapter هنشوف بقى ايه الكلام الجميل ده. حلو جدا. تمام. حلو جدا. بيقول لك معظم الداتابيزز من النوعية دي هي قايمة على الريليشنال موديل، يعني قايمة على الريليشنال موديل وعندها الانترفيس بتاعها برضو سيكوال، تعرف تكتب سيكوال. بس الداتا بقى نفسها ازاي stored واكسست، هنا الفن كله. يعني الفن كله هنا هيبقى في حاجتين. اول حاجه في الكويري اوبتمايزر، الراجل اللي هياخد الكويري بتاعك وايه ويحوله لشكل معين. تاني حاجه للداتا باترن اللي موجوده على الهارد ديسك، عشان الكويري اوبتمايزر والداتا اللي موجوده على الهارد ديسك في الاول وفي الاخر ايه لازم يتجوزوا، لازم يتعاملوا مع بعض بشكل مكثف جدا. فتصميم الكويري اوبتمايزر هيعكس تصميم الداتا على الهارد ديسك. تمام. كلام جميل جدا. بيقول لك اون ذا سيرفيس هم ممكن يكونوا شبه بعض علشان الاثنين عندهم سيكوال لانجوج، بيتكلم يعني بتكتب سيكوال في الاخر. however the internals of the system can look quite different. تمام. ده اللي احنا قلناه. however they are increasingly becoming two separate storage. تمام. data house such as بيقول لك بقى هنا ايه ناس بقى ايه مشهورة، انا صراحة ما اعرفش اي حد فيهم. systems under expensive virtual license Amazon Redshift. تمام. is a hosted version of ماشي more recently هوبا. بيقول لك برضو ايه في يعني كل اللي فات ده دي تكنولوجيز موجوده اوبتمايزد على اناليتيكال بيربزز، بس برضو في اوبن سورس بروجكتس. هدوب بيحاول ينافس ايه بيحاول ينافس الكلوزد سورس بروجكت يعني اللي هو كوميرشال.
اباتشي هايف سبارك. انا عامه يعني الماجستير بتاعي كان بسبارك. كلاوديرا مش عارف ايه، كلام كده. تمام. حلو، مقدمه حلوه جدا. تعال نخش بقى ايه هو كل ده. انت عمال تقول لي بيعملها اوبتمايزيشن اوبتمايزيشن، طب ايه بيعمل ايه يعني بالظبط؟ احنا هناخدها كده كده ايه من هاي ليفل، احنا مش هنخش في تفاصيل تحت خالص زي ما دخلنا في الاندكسنج الجوريزمز وكده. ده هنتكلم ايه، هنتكلم اكننا ايه يعني قاعدين في ميتنج ولابسين بدل كده وايه وكلام هاي ليفل يعني الى حد ما. تمام. بيقول لك هو قائم على مبدأ الستارز اند سنوفليكس. يعني ايه ستار؟ ستار دي اللي هي ايه يعني النجم. دايما النجم، شوف اي نجم سواء نجم في الواقع او نجم في السماء، هتلاقي النجم ده دايما موجود وحواليه حاجة، حواليه حاجات. لو نجم على الارض حواليه الفانز بتوعه، لو نجم في السماء حواليه ايه كواكبه. تمام. وكله بيلف حواليه. فانت الستار ده دائما وابدا هو في النص، وفي حاجات بتخدم عليه. تمام. بيقول لك الستار دي بقى في عالم الاناليتكس هو هنا اسمها الفاكت تيبل، تيبل الحقيقة. تيبل الحقيقة ده بيبقى تيبل عملاق فيه كل الداتا منذ بداية الخليقة من مصادر مختلفة بتتسيف فيه. يعني انت زي ما شفنا في الاكزامبل اللي فات عندك 3 different systems، ثلاثة داتا بيزز مختلفة، حصل لهم اكستراكت ترانسفورم لود، والثلاث مصادر من الداتا المختلفة دي ended up انتهى بيهم الامر في نفس تيبل الحقيقة. كل رو بيعكس ايفنت. هنا بقى ايه يبتدي الكلام ايه، كل رو بيعكس حدث معين جه عشان يغير حاجة في السيستم. لو احنا عندنا دلوقتي ابلكيشن اي كوميرس، وحد عمل ترانزاكشن، حد اشترى مثلا فاهم موزاية، الموزة دي حدث في السيستم، حدث ليه توقيت مميز بيه، عمل حاجة في السيستم ان هو ايه اشترى فاهم، ونقص موزاية من المخزن مثلا. ماشي. فالفاكت تيبل ده فيه كل حاجة. طب هل ده معناه ان بقى كل يعني البيزنس اناليتكس بيعملوا شغلهم على الفاكت تيبل؟ مينلي. بس في نفس الوقت الفاكت تيبل احنا زي ما قلنا هو ايه متوصل بشباب حواليه. الشباب اللي حواليه دول اسمهم، اهو هنا بيقول لك ايه، ادي فاهم، ادي الفاكت تيبل في النص اهو، النجم، النجم الكبير، وايه الشباب اللي بيخدم عليه بقى اسمه ايه؟ اوبا، لا 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 لا، الشباب اللي حواليه بقى اسمه ايه؟ دايمنشن تيبلز. دايمنشن تيبلز. لو في واحد اسطورة الاساطير، اسطورة، هيقول لي هي الدايمنشن تيبلز دي بتفكرني بكونسبت النورماليزيشن، الداتا نورماليزيشن اللي قلناه في شابتر 2. النورماليزيشن دي اللي هي ايه؟ اللي هي انت عندك تيبل من الاخر في فورين كي، في فورين كي، الفورين كي ده ايه بيشاور على تيبل، التيبل بقى اللي هو بيشاور عليه ده نورماليزد تيبل. نورماليزد ليه نورماليزد؟ علشان هو ايه تيبل لوحده، وممكن كذا تيبل بنفس الفورين كي يشاوروا عليه، فهو كده نورماليزد. فاهم؟ انا نورمال، انا لوحدي، انا في حالي ما. فالدايمنشن تيبلز ما هي الا سينونيم ل نورماليزد تيبلز. طيب. طب ما انت قلت لي فوق على فكرة انت ممكن يبقى ستار وممكن يبقى سنوفليك. ايه سنوفليك؟ سنوفليك دي انا حاسس ان احنا بقينا سبيس تون خالص. سنوفليك دي لو عايز تفهمها بشكل برضو ايه بديهي، خش على جوجل دلوقتي واكتب كلمة سنوفليك، شوف شكلها عامل ازاي. سنوفليك، سنو تلج، فليك فاهم اللي هي ايه الرسمة اللي هي بتاعت التلج دي، اللي هي فاهم بتبقى كورة كده وطالع من حواليها حاجات، ومن الحاجات نفسها برضو طالع منها حاجات كده فاهم، وهي ايه تلجاية كده في نفسها. فالسنوفليك زي الستار بالظبط، في اللي هو ايه النجم في النص والشباب حواليه، بس السنوفليك الشباب اللي حواليه دي في كمان شباب حواليهم، فهي بتعمل سب كاتيجوريز من الدايمنشن تيبلز فاهم. بس وهو ده اللي ايه وهو ده اللي بيقوله هنا. آم، بس سب دايمنشنز فاهم.
كلام جميل جدا. حلو. انت كده اديتني ايه الفكره اللي هي برضو احنا لسه ما دخلناش تحت خالص، ما دخلناش بقى ولا في الهارد ديسك فاهم، ولا في الكوري اوبتمايزر، واحنا مش هنخش في الكوري اوبتمايزر. الراجل ده مرعب، ويعني ايه الناس كلها بتخاف تتكلم عليه، يعني هو فاهم بروجرام كده، يعني ربنا يكون في عونه. بس فاحنا هنتكلم بقى ايه على الحته التانيه اللي هي الريبريزنتيشن بتاعت الداتا على الهارد ديسك. احنا قلنا في الترانزاكشنال موديل الريبريزنتيشن بتاع الداتا بيبقى رو بيزد، رو كل رو متسايف مع بعض كده جنب بعض. هنا بقى لا، احنا هنا هنسيف كل كولوم، هتبقى الكولومز هي متسيفه لوحدها. يعني ممكن يبقى في كولوم هنا في الهارد ديسك وفي كولوم تحت خالص هنا، ومع ان الاثنين جنب بعض في الحقيقه في التيبل هم جنب بعض، بس في واحد متسيف كده وواحد متسيف كده، مش متسيفين بقى الرو، لا الكولوم هو اللي متسيف. طب ليه؟ اسطوره الاساطير هيفكر في السؤال ده وهيعرفه عشان هو سؤال بديهي بالنسبه للكيس دي اللي هي بتاعت الاناليتكس، الا وهي ان الراجل الاناليست ده هو مش هيبقى مهتم بكل الروز في الكويري بتاعه، لا، هو هيبقى مهتم بروز معين، على عكس الترانزاكشنال. هيبقى مهتم بكولومز معينه، سوري، على عكس الترانزاكشنال. الترانزاكشنال الراجل اليوزر بيبعت لك ريكويست، بيبقى عايز الرو بتاعه، عايز الداتا بتاعته، انا عايز كله، يعني اديني حاجتي فاهم. لكن الراجل الاناليست ده لا، هو انا عايز ايه الكولوم اللي هو بتاع مثلا السالري والكولوم بتاع الديت، وهات لي بس الاثنين دول وانا هعمل عليهم ايه عمليه كده، وهطلع جراف ب 2 جنيه، وهروح المدير بتاعي اقول له بقول لك ايه احنا الشهر الجاي ايه، هنشتغل 80 ساعه في الاسبوع فاهم. فعلشان هي دي المين يوز كيس، بص بقى ايه الناس بقى ايه في العالم ده بتفكر ازاي، يعني الواحد يعني ايه، والله يعني ساعات بحس ايه فاهم الواحد لا شيء اقسم بالله، يعني المهم الناس هنا بص بتفكر ازاي. هو قال لك الراجل الاناليست هو هيبقى مهتم في الحاجات دي، فاحنا هنعمل ديزاين كامل من تحت لفوق، علشان فقط في العادي في الدي تو دي في البيزنس هو هيبقى مهتم بكولومز. فانا لو سيفت الداتا كلها جنب بعض، يعني رو بيزد مش كولوم بيزد، هو لما يبقى عايز يعني الاثنين الكولومز دول انا هضطر الود اجيب الرو نفسه، لو هي كانت رو اجيب الرو نفسه، فده ويست اوف باندويث. الباندوث القناه اللي انا بنقل فيها الداتا هيتنقل فيها داتا هو اساسا مش مهتم بيها، هتترمي في الزباله في الاخر، فيعني طب ليه؟ طب خلاص يبقى انا سايبها بقى كولوم بيزد، والكولوم اللي هو انترستد فيه انا هجيب امه كده من قفاه واجيب التاني من قفاه، وايه هقول له يعني ايه ده اللي انت عايزه. كولوم اورينتد ستورج دي الفكره بتاعته. تمام. بيقول لك برضه نفس الكلام بيحصل في ايه دوكيمنت داتابيسز يعني عادي. column based storage. تمام. The idea behind column based storage is simple. Don't store all the values from one row together, but store all the values from each column together instead. If each column is stored in a separate file, a query only needs to read and parse those columns that are used in that query. تمام. حلو جدا. هو هنا بيديك ايه ادي فاكت تيبل فاهم. بص بقى ايه column storage layout، يعني بص مثلا ايه product اس كي فاهم، اللي هو ايه فاهم كي يعني او value. هيتسيف بص عامل ازاي، هيتسيف كده. كلام جميل جدا. خلي بالك ايه يعني ما تنساش الخط اللي احنا ماشيين فيه، احنا دلوقتي ماشيين في خط، احنا بنعمل اوبتمايزيشن علشان الراجل المدير ده هيبقى مهتم في كولومز معينة، والراجل ده في نفس الوقت هيشتغل على داتا بحجم عملاق. الفاكت تيبل زي ما قلنا الليل واخره في مليار حاجة، فهو الكويري بتاعه لازم يبرفورم بشكل قوي جدا. فاحنا كل ده بنحاول نحل في المشكلة دي. فاحنا اول حاجه عملناها قال لك خلاص ايه هنعمل كولوم بيست عشان هو هيبقى مهتم بالعمودين دول. تاني حاجه قال لك طب افرض الكولوم الاثنين دول مثلا الكولوم دول كل واحد فيهم من 2016 لغايه 2024 فاهم، فعندك مليارات. طب ما كده مصيبه سودة، انا لو عايز اعمل مصيبه كتير جدا. قال لك خلاص طب ما ايه رايك نعمل كومبريشن للكولومز دول، كومبريشن زي ما بنعمل ايه زب وانزب ونرار فاهم نفس الفكره. طب هي فكره الكومبريشن قايمه على ايه اصلا في الاساس؟ قايمه على هي فكره واحده فقط، ان الحاجات اللي فيها يعني الحاجات الدوبليكت شيلها وحط مكانها
ريبريزنتيشن ليها اصغر منها بكتير. يعني ايه؟ يعني مثلا في اللغه بتاعتنا، بص مثلا الكلمه دي: انا العب الكره والكره العب انا. ماشي؟ في ايه؟ انت لاحظت ايه؟ في كلام اتكرر، صح؟ تاني: انا العب الكره والكره العب انا. انا قلت الجمله دي في بتاع 3 ثواني، صح؟ طب انا لو قلت انا العب ب والب العب انا مثلا، فاهم؟ وحطيت بقى في مكان تاني كده ان ب دي مقابله للكره، فاهم؟ عملت لها ريبريزنتيشن تاني بيعوضها. فده معناه ان انا بدل الجمله دي ما هقولها في 3 ثواني هقولها في ايه؟ في ثانيتين. وهكذا في برضو حاجات تانية متكرره ممكن نصغر اكتر بحيث ان هي تبقى في ربع ثانيه، فاهم؟ خلاص، فاهم كده؟ ايه في التاني بقى؟ ايه في ايه اللغه الحقيقيه؟ حلو جدا هذا الكلام. فنفس الفكره، هو هيعمل كولوم كومبريشن. طبعا في الجوريزمات بقى ايه ملذ وطاب، في حاجه اسمها بيت ماب انكودنج، وهي دي اللي هشرحها في اللي جايه. بتحقق فكره الكومبريشن بفكره يعني انتويتيف خالص. قال لك هات الكولوم بتاعك، الكولوم ده شوف الفاليوز اللي فيه، كل الفاليوز. يعني هات الكولوم ده وشوف فيه كام فاليو. بص في حاجات دي، فاهم؟ رقم 69 و69 31 ومش عارف ايه قال لك شوف بقى الديستنكت فاليوز، الفاليوز الفريده. فعندك 29 30 31 68 69 74، بس دول الديستنكت فاليوز. قال لك خلاص حلو جدا، طالما بقى العمليه كده ارمي لي بقى ايه؟ ارمي لي بقى. ما هو خلي بالك، هي كل فاليو هنا بتقابل ايه؟ كل فاليو هنا بتقابل رو. يعني في رو تمام، في بقى حاجات كتير، اسمه وعنوانه ومش عارف ايه، وفي كولوم بقى اللي هو فيه برودكت اس كي الفاليو بتاعته 69، وفي واحد تاني الفاليو بتاعته 31. فقال لك خلاص افرد لي بقى ايه عدد الروز كلها، وحط لي واحد في المكان المقابل للرقم بتاعه. يعني لو انت عندك رو صف فيه 29، هترجع ايه لانترنال ريبريزنتيشن كده، هتشوف 29 ايه؟ والله بعد مثلا ايه، بعد 9 ارقام. فتعالى بعد 9 ارقام حط كله صفر، وتعالى في دي حط واحد. حلو جدا. والباقي كله صفر. بص هنا مثلا في رقم 69، رقم 69 هو متكرر، بص في اول رو وتاني رو وتالت رو ورابع رو. فحط بقى 4 وحيد، ومتكرر هنا برضه، فحط لي برضه هنا ايه؟ واحدين. وهو ده اللي انت هتسيبه. انت ممكن كمان تعمل له فيرذر كومبريشن. ليه؟ علشان بص في كميه اصفار ملهاش يعني ملهاش لازمه هنا. فلو جيت هنا مثلا في 69، هتلاقيه بيقول لك انت عندك 4 وحايد و12 صفر وواحدين، فاهم؟ 4 وحايد و12 صفر وواحدين. فتروح هو دي بقى اللي هتعمل لها كومبريشن. يعني بص شفت بقى؟ يعني شوف بقى في كولوم كامل كامل، فاهم؟ هتعمل له كومبريشن بس ايه؟ بالارقام دي، علشان انت عرفت الارقام الفريده وعرفت مكانهم فين بالظبط في التيبل. فتعرف من المعلومتين دول تعمل بقى كومبريشن، ويبقى هو ده فاهم؟ كل بقى ايه الكولومز بتاعتك، فاهم؟ كل الفاليوز اللي في الكولوم بتاعك، وهتحطها كده، هتبقى خلاص بقى تفه كده، خلاص عملت لها ايه؟ كومبريشن. هتجيبها انت بقى دلوقتي مهتم فيها، هتروح جايبها، هتجيبها ايه وهي كومبريست كده معفنه كده، فاهم؟ وبعد كده تبتدي ايه؟ تعمل لها بقى ايه؟ انزب ان كومبريشن واحده واحده، وتعمل لها ان كومبريشن وتشتغل عليها، ان كومبريشن وتشتغل عليها. كويري اوبتمايزر بقى ايه حلو جدا هنا بقى، يروح جايبها يعمل لها انزب يمين شمال فوق مش عارف ايه، ويروح حاططها في الميموري ويشتغل عليها، حاططها في الميموري ويشتغل عليها، حاططها في الميموري ويشتغل عليها. حلو جدا. حلو جدا. فده نوع من انواع الكومبريشن اللي بيسرع الكويري بتاع المدير. بس هو هنا بقى ايه بيشرح الكلام ده، وبيقول لك بقى طبعا دي ايه، يعني دي هتساعدنا بقى جدا في ايه؟ في الكويري نفسها. بيقول لك ازاي بالتفصيل. يعني بيقول لك لو جالي كويري مثلا، المدير بيقول انا عايز كل البرودكتس اللي فيها الرقم يا اما 29 يا اما 30. يعني يا اما ده يا اما ده. كلمة يا اما في البروجرامنج يعني اور ده اور ده. وكلمة اور في الماث يعني يونيون، يعني فاهم الاتنين. يعني انا لما اقول لك مثلا هات لي الماوس او القلم، هات لي ده او ده، فاهم؟ فانت ممكن تروح
تروح جايب لي الاثنين اهو، الاثنين لقيتهم، اتفضل يا باشا، فاهم؟ ده اختار انت بقى، فاهم؟ ايا كان، فاهم؟ آه... كلمة اند بقى يعني intersection، يعني ده وده. بص، هو المثل اللي انا قلته ده ما تفكرش فيه قوي عشان هو غلط يعني. آه... بس يعني ممكن تفكر فيها كفين دايجرامز، كدوائر، عارف اللي هي الدوائر اللي داخله في بعض دي. اور يعني يونيون، الدايره دي كلها والدايره دي كلها. اند يعني الانترسكشن. يعني حلو جدا. فهو هنا بيدي ايه example queries بايه، بتحقق الحوار ده. وهتعرف بقى تعملها هنا بقى ايه، عمليه سهله خالص. لو اور هتعمل اور، يعني هتعمل على البيتس نفسها اور، يعني 0 اور 1 بواحد، 1 اور 0 بواحد، فاهم؟ هتعمل اور 0 اور 0 بزيرو، فاهم؟ طب لو كانت اند، يعني لو كان الكويري اند بيقول لك مثلا البرودكت يكون 29 و30، ما فيش حاجه اسمها كده، يعني مفيش برودكت 29 وفي نفس الوقت 30. فانت هتيجي هنا هتروح عامل 1 اند 0 بزيرو، ما هو الواحد الاند مع الزيرو بزيرو، والمش عارف ده بزيرو، ومش عارف ده برضه بزيرو، فالنتيجه في الاخر هتطلع زيروهات، كلها زيروهات، مفيش رو. واحنا قلنا كل رقم هنا بيتوافق مع رو في التيبل، فهيطلع لك البتاع كلها صفرات، فده معناه ان مفيش ولا رو بيتوافق مع البتاع ده. فانت بالكمبريشن تكنيك بتاعتك دي اللي هي بيت ماب انكودنج، يعني نجحت تشتغل على، تعمل بيت اوبريشنز، عمليات حسابيه بالبيتس، من خلالها تعرف تطلع نتيجه تعكس لك الرو اللي انت انترستد فيه. حلو جدا. بس وبيقول لك ان طبعا في بقى various compression schemes، طبعا حاجات بقى ايه مش هنخش فيها ايه in details عشان مش هي دي الفكره. آم، حلو جدا. وهنا برضو ايه، دي حته عزيزه على قلبي جدا، حابب برضو ايه اتكلم عليها. شوف بس ايه اللي هيحصل هنا. sort order، اه طبعا دي انا عارفها دي. right to column aggregates، لا احنا محتاجين ايه ننجز شويه. حلو جدا. فبيقول لك بقى ايه vectorized processing، memory bandwidth and vectorized processing. بص، اول حاجه يعني ايه vectorized processing؟ ده mainly اللي بيحصل في الداتا بتاعت الاي اي، اللي الاي اي بيشتغل عليها، ماشين ليرنينج ومش عارف ايه، بيستغلوا جدا فكره الفيكتورايزد بروسيسنج. والفيكتورايزد بروسيسنج دي هي بتشتغل على بالظبط اللي احنا قلناه، اللي هو ايه، اللي هو انت الكولوم بتاعك حصل له كومبريشن، تمام، اوبريتورز مش عارف ايه. حلو جدا. حصل له كومبريشن، ولما يجي الكويري بيروح جايب الداتا اللي هي كومبريست دي، ما بيحطهاش ايه، ما بيحطهاش في الميموري، لا، بيحطها في السي بي يو كاش، في السي بي يو ال 1 كاش. السي بي يو البروسيسور، فاهم؟ تحت بقى خالص في المذر بورد، قصه بقى طبعا تانية خالص. في كاشات الاوبريتنج سيستم بيستغلها. كاشات دي اللي هي ايه، اكنها ميموري بلوكس بس لازقه في السي بي يو، يعني هي في السي بي يو اصلا، يعني هي في الاركتكتشر نفسه. فبيروح جايب بقى اللي هي الكومبريسد تشانكس اوف كولوم بيزد داتا دي، ويروح معبيها في ال 1 كاش جنب السي بي يو، والسي بي يو يعز عليه يكون في داتا في ال 1 كاش. ليه؟ بيشتغل عليها اكن اسد ماسك غساله. خلاص ده فاهم، طالما انت جنب السي بي يو، فانت العمليه بتاعتك اسرع حاجه تقدر توصل لها في تاريخ الحسابات الكمبيوتريه. تمام، مش محتاج بقى تجيب من ميموري، ومش محتاج تعمل انبوت اوتبوت ريكويست يبقى خلاص انت ده. فبيقول لك هتعرف بقى تشتغل عليها هتشتغل عليها هنا في حاجه اسمها تايت لوب. فاهم اللي هو ايه؟ عارف اللي هو انت جيت له بقى في ملعبه، فاهم؟ تايت له، خلاص انت وصلت له بقى في ال 1 كاش، فالسي بي يو هيشتغل عليها في حاجه اسمها تايت لوب. دي ما فيهاش فانكشن كولز، دي خلاص انت كده مسكت الداتا خنقتها، وبتشتغل بقى كده، تقعد تعمل بقى كل الاند اور اوبريشنز بتاعتك على البيت ماب اللي احنا قلناها دي قبل كده في ثانيه كده، وتطلع نتيجه. وهي النتيجه دي اللي تعرف بقى تشوف الرول اللي انت انترستد فيه. بيقول لك اللقطه دي اسمها فيكتورايز بروسيسنج. تمام. بتشتغل بقى بالاند اور can be designed to operate on such chunks of compressed column data directly. This technique is known as vectorized processing. ودي مهمه، دي مهمه عشان يعني دي ايه من الحاجات اللي بيشتغلوا بيها بكثرة مؤخرا. حلو جدا. اللقطة مش انترستنج قوي.
تمام. من الاخر يعني في اللقطه اللي فاتت دي هو بيقول لك ان انت ممكن تعمل سورت للداتا. يعني انت ما عندكش بقى ايه فكره اللي هي اندكسنج، انت عندك بقى بي تري شجره وهاش، ما فيش الكلام ده. بس انت ممكن الداتا نفسها اللي هو الداتا نفسها تختار كولوم معين، كولوم فيهم معين، وتعمل له سورت زي الديت مثلا، الديت، فاهم؟ ديت، تعمل له سورت. وطبعا لما تعمل له سورت انت محتاج كل الكولومز بقى التانية اللي في التيبل برضو تعملها سورت بنفس الطريقة طبعا، فاهم؟ علشان توافق ايه، علشان كل خلية في الكولوم ده توافق الخلية اللي قصادها في الكولوم ده، علشان لو انت هتبقى عايز ترجع الرو بتاعك تاني يبقى ايه، فاهم اللي هو ايه يعني، اول سيل في الكولوم بتاع الديت بتقابل اول سيل في الكولوم بتاع البرودكت، وهما الاتنين كده كده موجودين في نفس الرو، فاهم؟ فبيقول لك انت ممكن تعمل سورت ايه بالديت ده، ويبقى انت كده كأنك عندك ايه سودو اندكس، من خلاله تعرف تعمل عمليات رينج كويريز. تقول لك مثلا هات لي الداتا من مثلا الاسبوع اللي فات لغايه الاسبوع ده، فتروح رايح على طول فيب سيكوينشال كده. واحنا زي ما قلنا ان السيكوينشال اكسس اسرع بكتير من الراندوم اكسس. كلام جميل جدا. هنا بقى ايه، دي حته بقى زي ما تقول ايه، حته بقى ايه، حته مهندس صايع. عارف دي، انا متخيل كده واد كان جاي ايه، عارف لسه شارب اليوم اللي قبله وراح داخل الميتنج وقال لهم الفكره دي، فاهم؟ قالوا له الواد ده دماغه نضيفه بس ما بيذاكرش كويس، فاهم؟ عارف انت فاللقطه دي بيقول لك مش احنا ممكن نختار كولوم نعمل من خلاله سورت معين زي الديت؟ اه ينفع نعمل كده. قال لك بس في حاجه ما تنساهاش، احنا في عالم الداتا دائما وابدا بنحب جدا نعمل يعني عمليه من عمليات الداتا ريدندنسي، ان انت تجيب نفس الداتا تحطها مره في الصين ومره في امريكا ومره في مصر، هي نفس الداتا. بتعمل لها كده ليه؟ اول حاجه الداتا ريدندنسي ده بيحافظ لك على الداتا، عشان لو السيرفرات بتاعت الصين وامريكا وقعت لسه ايه الدنيا في مصر شغاله. طبعا ده اكزامبل ايه يعني، ايه واحد بيحب بلده، فاهم؟ قال لك بس طب خلاص طالما احنا هنعمل ريبليكيشن للداتا، طب ما نيجي مثلا الداتا بتاعت مصر نرتبها حسب الديت، وفي امريكا حسب البرودكت، وده مش عارف حسب فاهم السالري. فيبقى كده عندنا different sort orders for different use cases. لو جاي لنا الكويري عايز ديت نروح لمصر، عايز برودكت نروح امريكا، عايز مش عارف ايه نروح ايه، فاهم؟ قال لك خلاص طب طالما يعني العمليه كده، احنا ممكن نستغل نفس الكونسبت ده برضو في ايه، في الاندكسنج، في الترانزاكشن بقى. ما احنا برضو بنعمل نفس الداتا ريبليكيشن دي في الترانزاكشن. احنا في الترانزاكشن عندنا اندكسنج، فاحنا الاندكسنج ممكن برضو نختار الاندكس مختلف في على كل ايه، على كل مكان بنحتفظ بيه لنفس الفكرة. بس هنا ايه ده اللي بيقوله هنا، بيقول لك بقى رايتنج يعني ايه. لا انت يعني احنا قلنا كولوم اورينتد ستورج اللي هو الاناليتيكال ده هو مينلي اوبتمايزد فور ريد. هتيجي بقى عايز تكتب، لا هنا العمليه رخمه جدا بقى، عمليه رخمه جدا، على عكس اللي كان بيحصل مثلا في البي تريز في ترانزاكشن. في البي تريز اندكس موديل كنا بنعمل ابديت ان بليس، بنيجي في الشجره كده ونروح رايحين للرو ونعمل ابديت ان بليس، اللي هي جو ايه، اللي انت بتعمل اوفر رايت للبيج ان بليس. هنا بقى لا، انت كولوم اورينتد ده انت لو عايز تغير يعني عايز تحط يعني تيجي في النص الكولوم كده، كولوم اورينتد ستورج بقى، تيجي في النص وعايز تحط داتا جديده، لا انت محتاج تحطها في نفس كل الكولومز التانية وتسينكرونايز ان هي اتحطت في المكان المظبوط عشان ما يحصلش مصايب. تمام. بس وبيقول لك في حل للموضوع ده، انت ممكن تستخدم ايه LSM trees all writes first go to an in memory store. يعني انت برضو كولوم اورينتد ستورج هتحط بقى داتا ستراكشر في الميموري، شجره ريد بلاك تري، بتديها الداتا هي بتعمل لها سورت لوحدها، بتديها الداتا بتعمل لها سورت، تعمل سورت 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 سورت، وبعد كده تروح حاططها بقى في الهارد ديسك كولوم اورينتد ستورج عادي زي ما قلنا عادي خالص. بس هي قبل ما تتحط هنا هتتحط الاول في الميموري، في البتاع اللي بتعمل سورت دي. فده معناه ايه؟ ده معناه ان انت لو عايز تحط بقى داتا جديده هتروح حاططها في الاول في الشجره العجيبه، تعمل لها سورت، وبعدها تروح حاططها برضو اورينتد، وتخش بقى في كونسبت بقى تاني ايه، الكومباكشن اللي احنا قلنا قبل كده. لو مش عارف الكلام ده فايه يعني، الكلام ده بالنسبه لك هيبقى حاجه عجيبه جدا، فمش شوف بقى ايه الفيديو اللي فات واللي قبله مش عارف ايه. بس
هي الفكره ان انت هتنظمها في الميموري الاول، هترتبها في الميموري تحطها هنا، وبعديها الجوريزم هيصحى من النوم كده، فاهم، كل فين وفين يروح ايه مجمع بقى الداتا دي مع بعض، يعمل لها ميرج كده ويحطها ايه في مكان جديد لوحده، ويمسح بقى ايه القديم ده. ده اللي هو بيقوله هنا، وده بيقول لك في داتابيس اسمها فيرتيك، هي قائمه على الكونسبت ده. حلو جدا. هنا بقى بيجي الحته ايه جميله جدا برضو، دي تبقى خلاص ايه اخر حته. داتا كيوبس اند ماتيريالايزد فيوز، الكلام ده في البيزنس موجود يعني في البروجكتات كلها. ماتيريالايزد فيو سواء بقى انت شغال ترانزاكشنال او شغال اناليتكس هو مهم جدا. ماتيريالايزد فيو من الاخر ده معناه ايه؟ خلينا ناخدها ايه من كلامها كده. حلاوه السوفت وير عكس مجالات تانية، ان الكلمات اللي فيه اللي بيختاروها غالبا بتعني حاجه من وراها، ليها معنى، يعني تعرف، يعني لو بعد ما تفهمها تعرف تقول اه المعنى ده تمام صح. عكس مثلا مجالات زي البنوك، بيجيب لك بقى كلمات مجعلصة كبيرة جدا وحاجات اختصارات وبتاع، وبعديها تطلع في الآخر فاهم اللي هو ايه، يعني فاهم مرتبك الشهري، فاهم اللي هو ليه كل ده طيب. materialized. materialized يعني حاجة، عارف اللي هو كانت ايه في الهوا كده، عارف اللي هو طايرة، ومرة واحدة اتجمعت مع بعض وبقت materialized، خلاص بقت مادية، بقت اتحققت. materialized view. view يعني فاهم اللي هو انت عندك view، بس الفيو ده بقى ماتيريالايزد، ما بقاش ابستراكت. طب ده ايه بقى في الحقيقه؟ مش احنا عندنا داتابيز، صح؟ الداتا نفسها لوحدها كده ملهاش معنى، هي ليها معنى لما يكون في حد ايه مهتم فيها. صح، ما اكيد زي اي حاجه. طيب، طب ايه رايك لو احنا عارفين مسبقا ان اليوزر 100% هيبقى مهتم كل شويه يعرف الستوك برايس بقى بكام؟ يعني هو شغال شاري مثلا ايه اسهم، فاهم، في شركة مثلا النساجون الشرقيون، فهو عايز كل شوية يخش ويشوف السهم بقى بكام. طب خلاص، ما خلينا مسبقا نعمل احنا كويري سيكوال كويري عادي خالص، كل 5 دقايق بيخش على الداتابيز ويروح عامل ايه يعني افريج كده، ويعمل حسابات سواء بقى كاونت افريج سم، يجيب بقى الفاليو نفسها اللي هي بتاعت السهم ومش عارف ايه، ويروح حاططها في فيو، في اكني تيبل تاني، فيو مبني على الداتا اللي هي بتاعت ولما اليوزر بقى يروح عايز نروح احنا رايحين على طول على الماتيريالايزد بقى فيو ده، اللي هو خلاص بقى فيو ايه ماتيريالايزد، ونروح باعتينه له على طول، مش محتاجين نحسب، ما احنا حسبناها مسبقا. فدي بيسموها ايه بري كومبيوتد كويري او ماتيريالايزد فيو. حلو جدا. سواء هنا او هنا، سواء اناليتيكال او ترانزاكشن بيعملوها طبعا. في الاناليتيكال برضو هتميك سنس جدا لو انت كده كده مهتم برضو، فاهم اللي هو ايه الويك اند احنا بنكسب كام، ويوم التلات بنكسب كام، ولما مش عارف ايه، يعني فاهم اللي هي ايه كل الاسئله بقى بتاعت ايه البيزنس دي، ممكن تحطها في كويري وتقول كل يوم الساعه 4 الفجر يخش على الداتابيز ويعمل ابديت، فاهم. سواء كده او سواء حاجه تانية اسمها continuous aggregation، ان هو بيعمل ابديت فقط على الداتا الجديده، يعني فقط على الداتا الجديده، مش محتاج يخش التيبل من اوله لاخره ويعمل ايه ويعمل العمليه دي تاني. فهو هنا بيديك ايه ده materialized view، فاهم. هو اختار ايه الديت، هو انترستد في الديت والبرودكت اس كي، بس هو مهتم بالاتنين دول، يعمل لهم بري كومبيوتنج ويحسب بقى اللي هو ايه فاهم صم بقى، هات لي بقى ايه في اليوم ده، خش لي على البرودكت واحسب لي بقى مش عارف كام، فاهم اهو. هو ده الكويري اللي بيشتغل كل مثلا 5 دقايق او كل الساعه 4 الفجر او ايا كان. انت عايز تعمل ماتيريالايزد لانهي فيو، فهمت الفكره. بس هو هنا بيقول لك بقى ايه نفس الكلام ده على حسب بقى ايه الكيس بتاعتك. بيقول لك هم ممكن يبقى يعني اكتر من 2 dimensions، هنا 2 dimension اللي هو date و product، بس ممكن يبقى اكتر من كده على حسب الكويري بتاعك، مفيش مشكلة خالص. بس بري كومبيوتد اهو، دي بيقول لك ميزتهم يعني. بس بيقول لك بقى ايه عيبهم، ان الفيو نفسه هيبقى فقط
ليه علاقة بالكويري بقى نفسه، الكويري اللي انت كتبته اللي هو فيه الديت واللي مش عارف ايه. مش هيبقى ليه علاقة بكولومز تانية، فاللي هو ما بديهي جدا. طب ما يعني ده مش عيب اصلا، ده ميزة. يعني انا لو عايز، ما انا هعمل ابديت للكويري هدخل حاجة تانية، فاهم؟ فمش فاهم الصراحة يعني هو ايه. بس ف حلو جدا. مش هخش بقى في السمري. هحطه بس كده ايه على الشاشة عشان لو حد عايز يعمل بوز ويقراه ونتكلم فيه، مفيش اي مشكلة خالص. واتمنى ايه يعني تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا. انا يعني سعيد جدا وبستفاد جدا اقسم بالله العظيم. ويعني اخش اشوف في تفاعل اوريدي، حاجة بتفرح الواحد جدا يعني. ويعني اتمنى ايه يكون الشعور متبادل. شكرا جزيلا.